البنات على السوشيال ميديا. طبعا عارفين السوشيال ميديا ملجأ اللي ملوش ملجأ في الحياة، وانا طبعا ده ملجأ الاساسي يعني. البنات بقى على السوشيال ميديا انهم لثلاث حاجات، وفي كام طبيب بنستخدمهم: انستجرام، فيسبوك، تيك توك، بقى كل ده بقى اي حاجة تانية. نكمل على التلاتة دول. الانستا بقى، الانستا ده انا معلمه لاي حد كان نفسه يبقى فوتوغرافر فمجموعة ما جاش يا اسطى بجد. والبنات التانية الاجانب انت عارفهم، اللي هم الملايف لابسين قمصان نوم ويعملوا تأثير اكس بي ده، الافكت يخلص هم لابسين بيكيني عشان ايه العيال تقعد تهايل كده ويلموا لايكات. لا مش هنتكلم عن دول يا اسطى، نتكلم عن بنات بلدنا. بقى عندنا على الانستا احنا عارفين ان البنات ايه، دمهم خفيف وجمال. مثلا قاعدين في الكافيه بقى، حط ايديهم كده وتبقى حاطه كابشن بقى ايه، يعني حلوه زي الفل وخدمه في بق الكل. يبقى يا اسطى ان مفيش حد بيغير، لا هو كلها نفس التصوير بنفس الزاويه بنت الكلب، على نفس الايد اللي عامله كده، تاكل عامله كده، تشرب عامله كده. تيجي لك بقى البنت بقول لك عليها دي يا اسطى تبقى محترمه وشريفه وعفيفه وبتهتم بالطرحه بتاعتها، ولا بتبين شعرها من شعرها، بتهتم جدا بالحجاب، ما بتجيبش غير الالوان الغامقه، الالوان الفاتحه زي الاحمر وفوشيا دي بتسيل الشهوات والعياذ بالله يا اسطى. انما في الحقيقه بقى الطرحه باينه، بص مش شعرها كله، لا الشعر مناخيرها بقى كله باين، غطيها القفا، القفا لو بان هتطير الشباك، تضحكن بقى وتشرب الفيب مع العيال وتقول لا انا بصاحب شباب عادي، حابب زي اخواتي، حابب زي اخواتي يا بنت يا بنت. واكتر حاجه تضايق يا اسطى بقى البنات اللي بتعمل حساباتها خاص وانت عين، وتخش انت محترم تبعت لها فولو وانت على العشم انها تقبله. عارف بقى تقبله امتى؟ تقبله وانت على سكرات الموت. اما بتوع الفيسبوك بقى يا اسطى انا مش لهم اي وصف معين ولا تعريف معين، اكتر فئه على الفيسبوك هم الفيمينست. عارف الفيمينست دول يا اسطى؟ انا بيني وبينك بخاف من الكلمه دي قوي، الكلمه ما بتريحش اصلا، يعني اوحش لما بتقول لحد ده بتاع عيال، لا فيمينست تتخض كده، بحسهم كفار، اي حاجه حرام، اي حاجه بتودي النار عموما. وتلاقي البنات اللي هم بالنوعيه دي حاطين على بقهم بويا اسود عاملين كده، وحاطين اقفال في بقهم، اقفال ومسامير، وهنا جنزير في مناخيرهم، عاملين زي الجواميس بتاع اوروبا، جواميس بيحطوا لهم حاجه كده بيبقى ريحتهم برابير، مع اني عمري ما شميت ريحه البرابير بس بميزهم بالريحه دي. ده انا بعرف من البنات بتوع الافراح اللي بيحطوا بتاع بتلمع عين، عارفها؟ شوم مدهون عليه برهم حروق ده. وفي بنات بقى شغلتها على الفيس شير، يعني بتلاقي بنت عندها 20,000 50,000 فولورز، انت بتقدم حاجه حلوه؟ لا والله يا اخويا، بتقدم شير بس، تحسها جاي من اعلان فودافون. فودافون عزوتنا ملايين. اي حاجه بتشيرها، اتنين اتجوزوا تقول الله، اتنين اتطلقوا ده نصيب، عيل صغير عقبال ما امسح اول شخيته، اتنين بيبوسوا بعض تقول عقبال ما يقعد شفتي، اي حاجه فيها محن بيشيروها يا اسطى. التيك توك بقى، بص بقى يا اسطى، انسى حاجه اسمها خاص وحاجه اسمها خصوصيه، البنت بتتحول اللي مش متربيه. عارف البنات بقى اللي بيقفلوا باب اوضتهم دول، ابوها يطلق امها، يتخانق مع امها، يطلع ميتين امها، ولا ليها دعوه بالكون، خلاص قفلت الباب والشباك، تفتح اللينك لايت تبدا المدور ده بقى، تطلع من الدولاب بقى تشكيله هدوم بقى، ولا تشكيله المنتخب الوطني يا اسطى، طلعت ده الاحمر وهات البرتقالي وهات الاصفر وهات الازرق، وتلبس بقى وتعمل بقى وتحط كابشن فوق، اللي نفسه فيا قلت ما تتوهش، اخر الحمام في الوش، انا عموزه والف من دولكم. في بقى البجحين اللي ما بيتكسفوش دول بقى بيصوروا في اي حته في ايها مكان، تبقى الست قاعده في الشارع في امان الله وستره بترضع ابنها، تيجي بنت المفضوحه بقى فاتحه الرك بقى وتوت تسجيل بيظهر في الفيديو كله اصلا بقى غير ولية اللي صدرها باين. ما شفتش بقى اصلا بقى الموضه الجديده بتاعت اللايفات في الشارع دلوقتي يا اسطى، تبقى البنت وجاره صاحبتها جنبيها وقاعدين مثلا في كافيه وقاعدين في اي حته في الشارع بقى بالليل فاتحين اللايف، يقعدوا يقولوا بيبو ده حبيبي، بيبو ده عشيقي، بيبو ده زنقني في حبه ابن البنت دي بقى تبقى مفهمه اهلها اللي هي رايحه درس الاحياء، وتيجي بقى تخدش احيائهم في اللايف، يستروا ربه يفتحوا عبده.